السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معكم المستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس مهم جدا جدا. بس قبل ما أبدأ في الفيديو عايز منك سبسكرايب، وعايز منك لايك، وعايزك تفعل الجرس، وعايزك تعمل مشاركات أكتر عشان الكل يستفيد. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس اللي معايا ثورة 23 يوليو عام 1952. طبعا هم جايبين الآراء في الأول، الآراء عن ثورة 23 يوليو عام 1952. طبعا بيقول لي ده اللي اختلفت الكتابات وتعددت. طبعا بيقول لي ده اللي اختلفت الكتابات وتعددت الآراء حول ثورة 23 يوليو عام 1952. يلا نشوف الآراء. طبعا يرى بعض المؤرخون إنها تكتسب أهمية كبيرة لما تركته من آثار على أغلب الحركات التحررية في المنطقة العربية بشكل خاص. يعني إيه الحركات التحررية دي؟ يعني كان في يعني ثورة 23 يوليو كان في شعوب محتلة. فطبعا أثرت ثورة 23 يوليو في الشعوب المحتلة دي، وجميع الشعوب بصت على مصر. احنا نعمل زي مصر، احنا نعمل زي ثورة أثرت ثورة 23 يوليو على أغلب الحركات التحررية. كله بص على مصر، كله بص على مصر وقال احنا نعمل زي مصر كده. يرى بعض المؤرخين انها تكتسب اهميه كبيره لما تلقته من اثار على اغلب الحركات التحرريه في المنطقه العربيه في المنطقة العربية بشكل خاص. في المنطقة العربية بشكل خاص. يعني احنا قلنا جميع الشعوب بصت على مصر وقالت احنا هنعمل زي مصر، زي ما مصر عملت ثورة احنا هنعمل ثورة زي مصر. ده الرأي الأول، ده بشكل خاص. طب في العالم بشكل عام، طبعا ولما أسهم بها قادتها من تأسيس لحركات دولية مثل حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. إيه حركة عدم الانحياز دي؟ أقول لك. يعني زمان العالم كان ينقسم إلى كتلتين أو إلى مجموعتين، كتلة شرقية وكتلة غربية. فطبعا مجموعة من الدول انضمت إلى الكتلة الشرقية، ومجموعة أخرى انضمت إلى إلى الكتلة الغربية. فطبعا الكتلة الغربية الكتلة الشرقية قالت لمصر تعال انضم لينا. مصر قالت لا، رفضت الانضمام، الانضمام. وايضا الكتلة الغربية قالت لمصر تعال انضم لينا احنا. مصر رفضت. اذا في العالم بشكل عام ولما أسهم بها قادتها من تأسيس لحركات دولية مثل حركة عدم الانحياز. لأن أنا لا مع دول ولا مع دول، أنا لا مع دول ولا مع دول. حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. كده أثرت ثورة 23 يوليو على أغلب الحركات التحررية وحركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. دول أول رأيين. يلا نشوف الرأي التالت. يرى مؤرخون آخرون إنها لم تبدأ عندما تأسس تنظيم الضباط الأحرار. دول بيقللوا من الضباط الأحرار. إذن الرأي اللي فوق ده بيعمل بيمجد الضباط الأحرار. تمجيد الضباط الأحرار، هما الاتنين تبع بعض، يعني الاتنين رأي واحد. يعني الرأيين اللي فوق دول بيمجدوا الضباط الأحرار، الأحرار. إذن الرأي الثالث بيقول لي يرى مؤرخون أنها لم تبدأ عندما تأسس تنظيم الأحرار. هي ما بدأتش عندما تأسس تنظيم الأحرار أو عندما سيطرت قيادة الثورة على مقرات الجيش والإذاعة المصرية. طب هي بدأت إمتى؟ قال لك إنما هذا التحرك مكملا لنضال طويل وممتد لشعب مصر. والله التحرك ده مكملا لنضال طويل وممتد لشعب مصر الذي سار ضد الفساد والاحتلال.
وسوء الحكم منذ الثورة العرابية، منذ الثورة الايه العرابية. كده انا عندي ليه الرأي الاول. الرأي الاول بيقول لي انها تكتسب اهمية كبيرة لما تركته من ايه اثرت ثورة 23 يوليو على اغلب الحركات التحررية. قلنا جميع الشعوب بصت على مصر، الشعوب اللي كانت محتلة قالت احنا هنعمل زي مصر، هنعمل ثورة زي مصر. وتاني طبعا قلنا في العالم بشكل عام حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. قلنا كان في كتلتين، واحدة شرقية وواحدة غربية. في مجموعة من الدول انضمت إلى الكتلة الشرقية، ومجموعة أخرى انضمت إلى الكتلة إلى الكتلة الغربية. فطبعا الكتلة الشرقية قالت لمصر تعالي انضم لينا. الكتلة الشرقية قالت لمصر تعالي انضم لينا. قالت لا، مصر رفضت الانضمام. والكتلة الغربية أيضا قالت لمصر تعالي انضم لينا، قالت لا. إذن حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. الرأي الآخر بيقول يرى مارخون إنها لم تبدأ عندما تأسس تنظيم الضباط الأحرار، ما بدأتش عندما أسسوا تنظيم الضباط الأحرار، أو عندما سيطرت قيادة الثورة على مقرات الجيش والإذاعة المصرية، إنما كان هذا التحرك مكملا لنضال طويل وممتد لشعب مصر الذي سار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم منذ الثورة العرابية. طبعا الضباط الأحرار كان بيزعمهم جمال عبد الناصر. طبعا وممتد لشعب مصر الذي سار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم منذ الثورة العرابية وثورة 1919 وحتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952. طب هي الثورة دي ليه قامت؟ ايه عوامل قيام ثورة 23 يوليو؟ ليه قامت ثورة 23 يوليو؟ انا عايز اعرف. عام 1952 معايا كده. 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. 2. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. مفيش عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. رقم 3. فساد النظام الملكي. الملكي. رقم 4. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. 5. تدهور الأحوال الاقتصادية. طب رقم 6. سوء الأحوال الاجتماعية. أنا عايزك تردد الستة دول معايا تاني. إيه عوامل قيام ثورة 23 يوليو عام 1952؟ يلا معايا. رقم 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. رقم 2. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. طب رقم 3. فساد النظام الملكي. رقم 4. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. طب رقم 5. تدهور الأحوال الاقتصادية. طب رقم 6. سوء الأحوال الاجتماعية. يلا نشوف كل واحدة ونتكلم عنها بالتفصيل. رقم 1 طبعا بيقول استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخل. طبعا معاهدة 36 لم تؤدي إلى استقلال حقيقي. كان الاستقلال كان سوري. بيقول لك دلل لم تؤدي معاهدة 1936 إلى الاستقلال الحقيقي. هنقول ظهر ذلك عندما حاصرت قوات الاحتلال قصر عابدين في 4 فبراير عام 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. انت حد بيجبرك؟ انت كده انت معاك استقلال تام؟ لا طبعا. انت حد بيجبرك؟ انت معاك كده استقلال تام؟ لا، استقلال كان سوري. لو جه قال لك لم تؤدي معاهدة 36 إلى الاستقلال الحقيقي، هنقول له إيه؟ ظهر ذلك عندما حاصرت قوات الاحتلال قصر عابدين في 4 فبراير عام 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. باشا رئيسا للحكومة. دي كانت رقم 1. يلا خش تعالى على رقم 2.
هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. طبعا احنا من اول الشعوب اللي لما اليهود دخلوا فلسطين احنا دافعنا عن فلسطين، واحنا وقفنا ضد فلسطين وقمنا بمعركة، بس احنا اتهزمنا. طب احنا ليه اتهزمنا؟ ليه ليه اتهزم الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948؟ ممكن يقول لك بتفسر هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. طب والسبب ايه؟ رقم واحد، دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. اتنين، عدم استعداد العرب عسكريا للحرب. يعني ما كانش الجيش مستعد للحرب. الجيش ما كانش مستعد للحرب. عدم استعداد الجيش المصري للحرب. عدم استعداد الجيش المصري للحرب. كده احنا خدنا رقم واحد، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. رقم اتنين، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948. يلا بينا على رقم 3، فساد النظام الملكي. ليه النظام كان فاسد؟ ليه؟ دليل فساد النظام الملكي استبداد الملك فاروق بالحكم. يعني الملك فاروق كان ظالم، كان جاحد. استبداد الملك فاروق بالحكم. طب رقم اتنين، انتشار الرشاوى. يعني كان بياخد فلوس، بياخد رشاوى. ده فساد النظام الملكي، استبداد الملك فاروق بالحكم. يعني كان ظالم، يعمل اللي على كيفه. استبداد الملك فاروق بالحكم. اتنين، انتشار الرشاوى. يعني كان بياخد فلوس، بياخد رشاوى. انتشار رشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. ده كان رقم رقم 3. خش على رقم على رقم 4، عدم وجود حياة ديمقراطية سليم. يعني ايه ديمقراطية؟ عدم وجود حياة ديمقراطية يعني حرية، يعني مشارك. حياة ديمقراطية سليمة يعني حرية، يعني مشارك. أنا حر وأشارك معاكم. بس عدم وجود حياة ديمقراطية، ما فيش حياة ديمقراطية سليمة. ليه ما فيش حياة ديمقراطية سليمة؟ بيتفسر عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ليه؟ بسبب فساد النظام الملكي. واحنا النظام الملكي كان فاسد. فساد النظام الملكي، خضوع مصر للاحتلال البريطاني. كده أول نقطة معايا، بسبب فساد النظام الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية. أقول له واحد، بسبب فساد النظام الملكي. رقم 2، خضوع مصر للاحتلال البريطاني. احنا كنا تحت الاحتلال البريطاني. رقم 3، فساد الأحزاب وزيادة الصراع بينهم من أجل الوصول إلى الحكم. من أجل الوصول إلى الحكم. كده بسبب فساد النظام الملكي كان فاسد. خضوع مصر للاحتلال البريطاني، احنا تحت الاحتلال البريطاني لسه برضو. فساد الأحزاب يعني تفكك الأحزاب، كل واحد عايز يوصل للحكم. في بينهم صراع. فساد الأحزاب وزيادة الصراع بينهم من أجل الوصول إلى من أجل الوصول إلى الحكم. ده عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5، تدهور الأحوال الاقتصادية. مفيش تدهور الأحوال الاقتصادية. ده كانت من نتائج توقيع معاهدة 1936. طبعا جاء على مصر ميدانا للحرب العالمية الثانية. مصر كانت ميدانا للحرب العالمية الثانية. استنزاف موارد مصر. طبعا بريطانيا كانت واخدة مصر على أساس إنها مخزن، تاخد منها اللي هي عايزاه كده وتوديه لبريطانيا، لخدمة بريطانيا وحلفائها. قلنا تاخد مصر على أساس إن مخزن، بتاخد منه كل اللي هي عايزاه، تشفط مصر كده. جاء على مصر ميدان للحرب العالمية الثانية. استنزاف موارد البلاد لخدمة بريطانيا وحلفائها. إرهاق الاقتصاد المصري. أنا ما عنديش حاجة، أنت خدت منه كل حاجة. أكيد طبعا إرهاق الاقتصاد المصري مما زاد من معاناة مما زاد معاناة الشعب. مما زاد معاناة الشعب. رقم 6، سوء الأحوال الاجتماعية. ما فيش خالص، ما فيش سوء الأحوال الاجتماعية. طب ليه؟
بتفسر سوء الاحوال الاجتماعيه بسبب الصراع السياسي بين الاحزاب. قلنا الاحزاب في تفكك بين الاحزاب، في صراع، كل واحد عايز يوصل للحكم، كل واحد عايز يوصل لايه، كل واحد عايز يوصل للحكم. الصراع السياسي بين الاحزاب. اتنين، الاقطاع وسوء توزيع الارض. مفيش ايه، الاقطاع وسوء توزيع الارض الزراعيه، عندهم سوء في توزيع الارض الزراعيه، مما جعل فئه صغيره تملك وتستبد. جعل فئه صغيره تملك وتستبد. طب ايه اللي حصل؟ تفشي زي طبعا زي ظهر ليه الفقر والجهل والمرض. ظهر ليه الفقر والجهل والايه والمرض. يلا كده نراجع الست